لمحترف مش هيقولها. اول حاجه وانا عايز اتكلم فيها هي انك لازم تقعد مع طيرك كتير، تمام، عشان يفهم يعني ايه بعد كده انت هتنقله لمرحله اسمها الدعوه وكده. تاني حاجه واهم حاجه كانت لازم تحصل لما جبنا الطير ده، ان لازم نعرف ميزانه. يعني ايه نعرف ميزانه؟ انا لازم اعرف وزنه بتاع الصياد. ليه بقى؟ الوزن بتاع الصياد هو اللي بيعرفني بعد كده ان انا لما انزل ميزان الطير اعرف امتى هيبقى سرعه استجابته حلوه وامتى سرعه استجابته وحشه، وقد ايه الطير ده مثلا وزنه كبير. افك بس العماره عشان تقعد معانا مرتاحه. تمام. تمام. دلوقتي هنتعلم اول حاجه مثلا، خلينا في اعتقاد ان مورا مثلا جاي من عند الصياد 3800 او 3 ونص او ايا كان. ايه فايده الميزان؟ فايده الميزان رقم واحد انك بتبدا تنزل بميزان الطير، بنبدا نعمل له صيام متقطع، يوم يوم عن يوم. يعني احنا ممكن نوكله يوم عن يوم، ببدا اوكله على الدس هنا بس يا مرحبا. معلش لسه انا فكك لها البرع ولسه قاعد معاها حالا. هي هبدا اعمل ايه بقى؟ هبدا انزل ميزانها كل يوم. هبدا انزل ميزانها ازاي؟ هبدا اوكلها صيام متقطع، هبدا اوكلها اكل صغير جدا. طب ايه اللي بيحرق معايا؟ مثلا لو انا هوكلها حمام يمام، الحمام واليمام بيحرق بسرعه، ما بيفضلش في جسم الطير، فالميزان بتاعها بينزل بسرعه. تمام. تمام. الفراخ تبدا ان هي تعلي ميزان الطير. اعمل انا ايه؟ طيب انا مش متاح معايا الا غير ان انا اوكل حمام او اوكل فراخ. ابدا ان انا اقطع الفراخ قطع صغيره، قطع صغيره، وابدا ان انا اوكلها على قد القطع الصغيره دي كل يوم قطعه، قطعتين، ثلاثه، اربعه. القطعه دي مثلا هتبقى قد كده اهو، هنوكلها مثلا في الوجبه 50 جرام، ما تزيدش عن كده، لان احنا طبعا بننزل بميزان الطير وفي نفس الوقت مش عايزين نجوع الطير يعني. فهبدا ان انا انزل بميزان الطير. امتى بقى اعرف ان ميزان الطير بقى حلو؟ لما اشوفه على الاكل استجابته وسرعته عامله ازاي. ابدا ان انا ادعي الطير اقول له تعالى، لو جه يبقى ده ميزان الدعوه. تمام. تمام. اول حاجه واهم حاجه انت لازم يكون عندك ميزان زي كده. الميزان ده الطير بيقف عليه، لازم كل يوم تتابع ميزانه. فده ضروري جدا وبنوزن عليه الاكل، ومهم جدا في حياه اي صقار او حياه اي حد بيربي عقبان. وانا عايز اوضح معلومه مهمه جدا. ممكن انتوا تشوفوا شو ملبسينها البرقع وهي تنده لها فتيجي والكلام ده كله. الكلام ده هي بتيجي بعد تعود. بعد تعود ازاي؟ ان خلاص الطيره فهمت ان انت بتنده لها عشان هي تاكل. الطيور دي مش بتحبنا، واللي يقول لك غير كده كذاب. الطيور دي مرتبطه بينا علشان الاكل اللي احنا اصلا بنعمله، يعني اللي احنا اصلا ايه، عايز اقول ان احنا بنجوعها من الاخر عشان تفهم ان احنا معانا الاكل. ما شاء الله، ما شاء الله، عشان تفهم ان احنا معانا الاكل. فاللي يقول لك غير كده كذاب. واي حد فكر كتير هو فاهم معنى الكلام اللي انا بقوله ده، وبيطلع قبل ما يطلع على ارض التدريب او اي حاجه لازم بيقيس وزن طيره، او بيبقى عارف هو وكلها ايه امبارح او اول امبارح، فامتى هيفكها وامتى مش هيفكها. تمام. فالميزان ده اهم حاجه في حياه اي صقار، وهو ده اللي بيخلي الطير يتفك، وهو ده اللي اصلا محدش هيقوله ان الميزان هو اهم حاجه اصلا في الطيور الجارحه، وان هو ده اصلا اللي بيدرب الطيور، وان هو ده اللي بيفك الطيور. تمام. تمام. على سبيل بقى المثال احنا قلنا مثلا خلى مهره 3 ونص، هبدا ان انا انزل باستجابتها، خليها جت دلوقتي 3 كيلو، استجابتها برده مش قد كده على الاكل، ان هتيجي دعوه مسافه مثلا، فابدا ان انا انزل بالميزان كمان 100 جرام كمان. فابدا بقى اشوف امتى سرعه استجابتها. في ناس كلمتني ان هي ميزان الطير بتاعها وقع معنى ذلك يعني الطيره دي مثلا كان 3 ونص، نزلوا الميزان بتاعها ل 2 كيلو 200 مثلا، فالطيره بقت قادره تقوم من على الارض. يعني هي وصلت، وفي ناس بتنزل فيديوهات ان الطير مثلا اتفك وبتاع والطير مبقاش قادر يقوم. ده بسبب ضعف، ان الطير مفيش اكل جوه جسمه اصلا يحركه، ميزانه واقع. تخيل مثلا انت يبقى جسمك 100 كيلو وفي ثانيه واحده لقيت نفسك 50 كيلو، هتلاقي نفسك عظم. هو الطير نفس الحكايه بيعمل كده، يبقى عظم.
هي اهدي بقى، استريحي شويه، استريحي شويه، اهدي اهدي اهدي. طبعا هي زعلانه عشان هي ما عملتش هي نفسها فيه. واهم حاجه ان انت ما تخليش طيرك يتعود على حاجه. هم عاملين زي العيال الصغيره، بيفهموا جدا. مجرد ما هو عمل حاجه زي كده وانت سبته، خلاص هو هيتعود عليها. فاللي انا المقصد من الكلام والمقصد من الحلقه دي ان احنا لازم نتعلم ان احنا ننزل بميزان الطير بتاعنا ازاي، وازاي ان انا ابدا استخدم الميزان. ودي اهم حاجه. يعني انت دلوقتي كل اللي عليك ان انت تبدا طيرك بعد ما دهلته تبدا تنزل مع الوزن، وتشوف سرعه الاستجابه بتاعته وهجومه على الاكل هيبقى عامل ازاي. لو هجومه ضعيف يبقى لسه وزنه عايز ينزل شويه. لو هجومه بدا يبقى شديد وقوي، اعرف ان ده انسب ميزان لطيرك. تمام. تمام. نورة طبعا عايزه تلف، عايزه تقف في وش الشمس، بس انا مش عايزه تعمل كده، انا عايزه تعمل بمزاجي. تمام. انا خدت الطيره بتاعتي دهلتها كويس جدا، خدتها وسط الناس. ودي اهم حاجه برضو من الحاجات، ان انت تعود الطيره على جميع الاصوات، ان انت تقعد بيها في وسط الناس وتخلي كل اللي رايح واللي جاي يسلم عليها، يخليه يحسس عليها. تمام. وحاول تقعد في مكان دوشه كتير، ده بيدهل الطير بسرعه. وخلي كل اللي يعدي واللي رايح يحسس عليها كده، ويحس كل حته وفي رجليها. وطول ما انت قاعد، هي حتى لو هي هتضرب برضه في رجليها، تمسك رجليها تعمله كده واحده واحده مع طيرك، هتبدا تفهم. وانا باذن الله هنزل لكم فيديو جديد. انا نزلت اقول للتدريب لكن الطيره بتاعتي ما جاتش دعوه، وهنزل لكم ايه فرق يعني ليه انا عملت الحلقه دي عن الميزان. ان انا استعجلت ونزلت بسرعه من غير ما اظبط ميزان الطير. هبدا ان انا اظبط ميزان الطير واقطع الاكل قطع صغيره في البيت، وابدا ان انا ادعيها في البيت كتير جدا. انا عايزها الاكل يبقى قد كده اهو، ادعيها، لان ده بيسرع سرعه الاستجابه بعديها. فانا هبدا ان انا اسرع سرعه الاستجابه بتاع طيري، وابدا ان انا انزل بالميزان. تمام. تمام. يا رب تكونوا عجبكم الحلقه، وما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في مملكه الجوارح. وباذن الله الحلقات الجايه تفيد كل اللي عايز يربي عقبان، وهنفهم يعني ايه عقاب وازاي بنتعامل معاه والكلام ده كله. انا دخلت في الموضوع على طول بتاع الميزان والحاجات اللي زي والتدريب والكلام ده، لان في ناس كتير بدات ان هي تجيب طيور، فبداوا ان هم عايزين يعرفوا اكتر. لكن باذن الله هعمل حلقات للمبتدئين جدا، من اول للصفر، من اول الصفر لغايه الاخر. وهوريكم ازاي مهره بدات سرعه الاستجابه بتاعتها من ان هي ضعيفه وان هي سريعه، وازاي استفدت جدا من الميزان، وازاي ان انا بوزن طيري كل يوم وبعرف منه سرعه الحرق بتاعه الاكل بتاعته، وهو بينزل قد ايه في اليوم لو هو ما اكلش. الكلام ده كله هنعرفه في الحلقات الجايه كتير. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. ولو عوزت اي حاجه او عايز تعرف اي معلومه انا مثلا ما فسرتهاش كويس، ممكن تكلمني على الانستجرام. انا هسيب رابط الفيديو رابط الانستجرام في الاخر، فانت ممكن تقدر تتواصل معايا. ولو معاك طير ومش عارف تدهله ممكن تستشيرني، مفيش اي مشكله. اخوك الصغير، اخوك الكبير، مفيش مشكله خالص. انت تقدر تكلمني في اي وقت على الانستجرام وانا متاح في اي وقت. وباذن الله لو انت قريب مني في القاهره ممكن تجيلي وانا اقعد مع الطير بتاعك لغايه ما ندهله. بس ما تنساش تفعل زر الجرس وتعمل لايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.